مؤخرا بقى السؤال عن أسعار الفضة واحد من أكتر الأسئلة اللي بتسألها، فخلونا نناقش بشكل سريع جدا إيه اللي بيحصل بالنسبة لأسعار الفضة. في 2025 الفضة ارتفعت بأكتر من 150%، وسعر أونصة الفضة اليوم تخطى مستوى ال 75 دولار. فخلينا نفهم من وجهة نظري أنا ليه شايف إن الارتفاعات دي ممكن تستمر، وإن اللي بيحصل في الوقت الحالي مش فقاعة ولا حركة مبالغ فيها، وهتكلم عن ده بأسباب واضحة. أول سبب عندنا هو العجز في المعروض. سوق الفضة بقى له أكتر من سنة بيسجل عجز، بس السنة دي العجز كان واضح جدا. تقارير بتتكلم عن عجز بيتجاوز ال 140 مليون أونصة في سنة واحدة، يعني الطلب أعلى من الإنتاج بالمعدل ده. وده رقم يعتبر كبير جدا، لأن ببساطة إنتاج الفضة العالمي كله حوالي 820 ل 850 مليون أونصة سنويا. يعني احنا بنتكلم عن عجز تقريبا 17% من الإنتاج العالمي، وده ما يعتبرش رقم بسيط. والأهم من كده كمان إن الفضة مش معدن إنتاجه مرن. أكتر من 70% من إنتاج الفضة بيجي كناتج جانبي لعمليات تعدين لمعادن تانية. يعني حتى مع الارتفاع اللي بيحصل في الأسعار في الوقت الحالي مش هنقدر إن احنا نزود المعروض بشكل كبير. طب تاني سبب هو الطلب الصناعي. حوالي 55 ل 60% من الطلب العالمي على الفضة دلوقتي طلب صناعي وليس استثماري. يعني عندنا مثلا قطاع الطاقة الشمسية لوحده بيستهلك أكتر من 140 مليون أنصة سنويا، والرقم ده زاد بأكتر من 20% خلال آخر سنتين. ده طبعا عندنا كمان الإلكترونيات ومراكز البيانات والسيارات الكهربائية. والطلب الصناعي ده مش دوري، ده طلب طويل الأجل. يعني حتى لو حصل عندنا بعض الهدوء في الاقتصاد، الاستهلاك الأساسي للفضة مش هيتراجع بشكل كبير. طب تالت سبب عندنا السياسة النقدية. الفضة تاريخيا بتتحرك بقوة لما العائد الحقيقي الأمريكي يقل، ومع توقعات خفض الفايدة العوائد الحقيقية بالفعل ابتدت تتراجع، والدولار فقد جزء كبير جدا من زخمه. وده بيخلي تكلفة الاحتفاظ بالفضة أقل، خاصة إن إحنا هنا بنتكلم عن أصل مش بيديك عائد بس بيديك تحوط وقيمة. وفي المراحل دي الفضة غالبا بتتفوق على الذهب من ناحية النسبة المئوية في الارتفاعات. طيب رابع سبب الفضة لسه ما لحقتش الذهب بالكامل، وخلينا نبص على رقم مهم قوي. نسبة الذهب للفضة المتوسط التاريخي للنسبة دي حوالي 60، يعني سعر الذهب بيساوي 60 ضعف سعر الفضة. في الفترات الأخيرة النسبة كانت أعلى من كده بكتير، وده معناه إن الفضة كانت أقل من قيمتها نسبيا. وأي ضغط نزولي على النسبة دي بيترجم تلقائيا لطلب إضافي على الفضة، حتى لو الذهب نفسه ما اتحركش بشكل كبير. وعندنا سبب كمان مهم جدا وهو الطلب الاستثماري. صناديق الاستثمار في الفضة سجلت تدفقات قوية جدا خلال السنة دي، ومع سوق في عجز الأموال دي تأثيرها هيبقى مضاعف. خليك فاكر احنا بنتكلم عن سوق أصغر بكتير جدا من سوق الذهب، فأي دخول مؤسسي بيعمل حركة أكبر في السعر. وده بالفعل اللي شفناه في الارتفاعات السريعة اللي حصلت خلال الشهور والفترات الأخيرة. طيب هنا بقى يجي السؤال، بعد كل الارتفاعات اللي حصلت معانا دي هل ممكن إنه يحصل تصحيح؟ التصحيح بالفعل هو وارد. تصحيحات مثلا لو 10% أو 15% هي تصحيحات طبيعية جدا في اتجاه صاعد قوي زي اللي بنشوف في الوقت الحالي، لكن كسر الاتجاه نفسه هيكون صعب جدا، لأنه محتاج يا إما حل جذري لمشكلة المعروض اللي عندنا، يا إما إن يبدأ يحصل عندنا تشديد نقدي. ولا ده ولا ده يعتبر هم السيناريو الأساسي في الوقت الحالي. فبالتالي ده اللي بيخليني أتكلم عن فكرة إن الفضة ما زالت مرشحة للارتفاعات خلال الفترات القادمة، وبشكل كبير جدا أعلى من المستويات اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي. فدي سريعا كده كانت دردشة عن اللي بيحصل في سوق الفضة في الوقت الحالي.